السلام عليكم الإخوان الأخوات في هذا الفيديو غادي نهضروا على التكاليف ديال إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشخص واحد، يعني الصاغ associé unique. واللي بغى إلا بغيتو زعما نشرح لكم جميع المراحل بالتفصيل من الألف إلى الياء كيفاش تكري الشركة ديالك، زعما وشنو خاصك، فين غتمشي، كيفاش غتجمع الملف ديالك، هداك الشيء يعني بالديتاي. كتبوه ليا في التعاليق وإن شاء الله غادي نوجد واحد الفيديو المرة الجاية يكون فيه المراحل كاملة بالتفاصيل. وإن شاء الله نزيد حتى سميتو نزيد لكم حتى في لا ديسكريبسيون المرة الجاية إن شاء الله. نزيد لكم واحد النموذج ديال الروجيستر دو كوميرس والنموذج ديال لي ستاتيو اللي تقدروا تبازاو عليهم باش تكريو لي ستاتيو ديالكم وباش تعرفوا شنو هو ان روجيستر دو كوميرس وكيفاش غتعمروه ان شاء الله. دابا المهم غير في هذا الفيديو غنبقاو غير غنشوفوا غير التكاليف يعني المصاريف من أ حتى لزد ديال لا كرياسيون ديال الشركة ديال الصاغ الاسوسيي انيك كيف قلت لكم. يعني أول حاجة كنبداو بها هي الشهادة السلبية ولا السيرتيفيكا نيجاتيف. يعني أي شركة كيكون عندها واحد السمية كيتسمى الاسم التجاري، وباش تحصل على هذا الاسم التجاري ولا لو سيرتيفيكا نيجاتيف كاين واحد السيت كتدخل ليه المهم الا بغيتو اللي بغى لو سيت كتبوا لي في التعاليق نقدر نعطيكم لو سيت اكزاكت باش تدخلوا طلبوا واحد سيرتيفيكي نيجاتيف اللي غتخليك تعرف بلي هذاك الاسم واش ديجا كونسومي ولا لا، يعني واش ديجا كيستعملوا شي واحد ولا لا. غالبا في هذا الطلب كتختار واحد ثلاثه تسميات ديال الشركه ديالك، وفي التالي كيتفاليدا لك واحد على حساب بيان سور على حساب لا ديسپونيبيليتي ديال هذوك لي نون اللي اختاريتيهم. وهذا الشيء كيكلف تقريبا 232 درهم فاصلة 76 سنتيم. هنايا حسبت لكم حيت انا منين كرييت الشركه ديالي درت سميتو خلصت اونلاين. وفي هاد 232.76 سنتيم داخلين حتى لهذوك لي فخي ديال البيمون، يعني باش خلصت. المهم سيرتيفيكا نيجاتيف 232.76 سنتيم. ندوزو لعقد التوطين اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون. بالنسبه لي انا ما عنديش لوكال فيزيك، يعني ما عنديش شي كراج، ما كريتش شي لوكال، درت غير اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون. بالنسبه لاتيستاسيون دو دوميسيلياسيون العام الاول راكم عارفين ماشي بحال الاعوام الاخرين، العام الاول كيكون مختلف شويه. بالنسبه للحاله ديالي انا خديت الدوميسيلياسيون ب 1800 درهم العام الاول، والعام الثاني ابتداء من العام الثاني كتكون 600 درهم كل عام. غير هنايا درت لكم واحد 200 درهم زايده بالنسبه لاتيستاسيون دوميسيلياسيون، حيت فيها بزاف ديال المهم طلع وهبط ديال باش تحصل على هذيك اتيستاسيون دوميسيلياسيون. المهم هنايا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل كيف قلت لكم، هنايا غنركزوا غير على لي فري ديال لا كرياسيون. بالنسبه لاتيستاسيون دوميسيلياسيون اون غرو يعني بصفه عامه لي فري ديالها كيوصلوا حتى ل 2000 درهم. وإلا عندك لوكال فيزيك ديك الساعه راه كتشد عقد الكراء ديالك كتمشي كتقيدو غير في سميتو في كدير ليه لونغوجيسترومون. وهذا الشيء راه ما كيكلفش بزاف، كيكلف 200 درهم. كاين فوتوكوبي بالنسبه لسميتو القانون الاساسي للشركه، يعني لي ستاتيو. هو بيان سور حيت خصو يتكاليزا منين كتوجد لي ستاتيو ديالك ضروري غديهم للمقاطعه باش يتكاليزاو. يعني راك عارف كاينين لي فري لي فري ديال لامبريسيون ديال الفوتوكوبي وديال ديال ليغاليزاسيون شي مرات. المهم ليغاليزاسيون ما بقاوش يعني ما كتخلص والو، يعني غير فوتوكوبي هنايا كاين واحد 50 درهم حتى هي. كاين تسجيل القانون الاساسي، يعني هذوك لي ستاتي خصهم يتسجلوا الضرائب في لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو. خصك تمشي تسجل هذوك لي ستاتيو. بيان سور كدي معاهم عقد الكراء الا كان لوكال فيزيك ولا اتيستاسيون دوميسيلياسيون والدوسي جيريديك كيف كنقولوا.
باش تمشي تسجل القانون الاساسي ديالك في الضرائب، وهذا الشيء كيكلف 280 درهم. كاين التسجيل في الضريبه المهنيه لا باتونت. هنايا راه غنهضروا غير على لي فري ديال لامبريسيون ديال الدوسي، تقريبا شي 15 درهم ديال لامبريسيون ديال الفوتوكوبي. كاين الروجيستر دو كوميرس. بالنسبه للروجيستر دو كوميرس كاين واحد 15 درهم حتى هي باش توجد الدوسي ما بين فوتوكوبي و لامبريسيون. وكاين واحد 350 درهم كتخلصها باش دير الروجيستر دو كوميرس. كاين بالنسبه لسميتو الكاشي راه تقريبا شي 200 درهم. الكاشي راه كتحتاجو حيت موراها خصك دير ديكلاراسيون ديكزيستونس في دار الضريبه. يعني كتحتاجو، يعني قبل ما دير ديكلاراسيون دير ديكلاراسيون ديكزيستونس، ولا كيتسمى التصريح بوجود الشركه ومعها التعريف الضريبي. وهادو راه ما كيكلفوش بزاف. المصاريف ديال الديكلاراسيون ديكزيستونس و ليدونتيفيون فيسكال يعني كتطلبهم كتوجد غير هذاك الدوسي. تقريبا الوثائق اللي خصك توجد يعني ما بين لامبريسيون الفوتوكوبي تقريبا شي 30 درهم. موراها كاين البولتان اوفيسيال و لانونس ليغال، يعني الجريده الرسميه، يعني دير اعلان كيتسمى الاعلان القانوني والجريده الرسميه. هاد الشيء انا تعاملت مع واحد الشركه سميتها فلاش ايكونومي غير اونلاين، كاينه واقيلا في كازا. هاد الشيء كلف ليا تقريبا واحد 640 درهم بيناتهم. يعني كاين هنايا كيف قلت لكم كاين الاعلان في الجريده الرسميه، وكاين المهم كاين البولتان اوفيسيال وكاين لانونس ليغال. كاينين جوج حوايج هنايا، التوتال ديالهم هو 640 درهم. وغنزيد واحد الحاجه هي هذوك المصاريف ديال التنقلات، حيت كاين واحد لي فري ديال الترونسبور غير بغيتكم حتى هما ديرهم في بالكم، حيت كاين لي فري راك عارف غتشد الطاكسي ولا لي موتوريزي راه غيكون مثلا يمشي بالطوموبيله ديالو، كاينين دي فري. حيت هادشي راه ما غاديش ديرو في النهار، يعني ضروري غياخد لك واحد قول واحد 3 السيمانات بينو طلع وهبط. عاد يعني تقد تسالي ما بين سيرتيفيكا نيجاتيف حتى صافي يخرج لك ليدونتيفيون فيسكال. هاد الشيء تقريبا نقول واحد ما بين 2 سيمانات حتى 3 السيمانات. راكم عارفين مع الادارات ديال المغرب ضروري الا مثلا دفعتي شي ورقه اليوم خصك تسناها حتى لواحد يومين ضروري، يعني ما غاديش تقد تاخذ هذيك الساعه. على داك الشيء راه هاد الشيء كياخذ شويه الوقت. يعني المجموع تقريبا هنايا الا درنا التوتال تقريبا كيوصل حتى المهم ما بين 2000 حتى ل 4000 درهم. نقول 4000 درهم هنايا 4000 درهم. بالنسبه انا في الحاله ديالي قلت لكم راه درت اتيستاسيون دوميسيلياسيون، يعني اللي خدات لي واحد 2000 درهم. ولكن انت مثلا الا عندك لوكال فيزيك، يعني غدير غير التسجيل ديال عقد الكراء، هنايا راه يلاه كتخلص واحد 200 درهم. قول واحد نتايا في التوتال ديالك غتجيك واحد 2000 درهم. يعني الواحد غيحسب على حسب شنو ناوي يدير. الا كان اللوكال فيزيك راه قول واحد 2000 درهم. الا كان سميتو الاتيستاسيون دوميسيلياسيون قول كتوصل حتى ل 4000 درهم على حسب الحاله ديالك. المهم هذا الشيء اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم. الا كان كيف قلت لكم في اول ديال الفيديو، الناس اللي مهتمين الا كاين المهم انا غنشوف التعاليق الا كاينين الناس اللي مهتمين، كاينين الناس بزاف اللي مهتمين يعرفوا التفاصيل ديال التفاصيل كيفاش يكريو الشركه ديالهم بلا ما يمشيو للكونطابل. ما عليكم غير تكتبوا ليا، وديك الساعه ان شاء الله غنوجد لكم واحد الفيديو فيه التفاصيل ديال التفاصيل، وفيه حتى فين غتمشيو وكيفاش غدير باش غتبدا وشنو غدير، فيه التفاصيل الممله. وهذا الشيء اللي كاين. وسيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.